لكن هذا الجانب لو انت قارنت بين كتب العقيدة بتاعة شيوخ السعودية وبين كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وبين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد فرق شاسع بين تناول هذه الكتب وبين تناول هذه الكتب. انت تقرأ كتب ابن القيم ما تبقاش عارف هي دي كتب عقيدة ولا كتب تربية، هي دي كتب عقيدة ولا كتب تزكية، هي دي كتب عقيدة ولا كتب أعمال قلوب. وكذلك ابن تيمية، شوف كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف سبك بين العلم والعمل في مسائل العقيدة، لأن أصلا الإيمان يا إخوانا قول وعمل. مش إحنا حافظين كده في كل كتب العقيدة لازم يقول لك إيه؟ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، إجماع أهل السنة والجماعة. طيب قول وعمل يعني إيه؟ قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قول اللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ده كده قول اللسان القول. وقول القلب إقرار ذلك وتصديق ذلك. وعمل اللسان كل بقى أعمال الخير، ذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن كل اسمه عمل اللسان. وعمل القلب كل بقى أعمال القلوب، افتح مدارج السالكين وشوف أعمال القلوب. وعمل الجوارح الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة، كل دي اسمها أعمال الجوارح. هو ده كده الإيمان المتكامل. لما بتفتح كتب العقيدة النجدية أو كتب العقيدة بتاعت شيوخ السعودية، وطبعا كله مشى على هذا الأسلوب يعني إلا القليل، ولكن غالب من يكتب في العقيدة الآن يكتب بنفس الطريقة دي، اللي هو الإيمان مجرد المعرفة فقط، إنك تعلم أن الله عز وجل مستو على عرشه، تعلم أن الله عز وجل له يد تليق بكماله، تعلم أنه لا يستغاث إلا بالله، تعلم أنه لا يدعى إلا الله، وهكذا. مجرد أنك تعلم بس. إنما بعد ما أعلم ده هيحصل إيه؟ ما حدش يقول لك. كلها متون وشروحها ومعنى الكلمة دي لغة واصطلاحا إلى آخره، وإزاي ترد على الأشاعرة، إزاي ترد على الصوفية، إزاي ترد على الشيعة، إزاي ترد على المعتزلة، إزاي ترد على القدرية الجبرية وإلى آخره. كل كتب العقيدة، كل متون العقيدة، كل شروح العقيدة كلها ماشية بالطريقة دي. روح بقى شوف ابن تيمية كان بيتكلم عن العقيدة ازاي. افتح كتاب الحسنة والسيئة، افتح كتاب تفسير سورة الإخلاص، افتح كتاب تفسير آية الكرسي، افتح كتاب تفسير المعوذتين، افتح كتاب الاستقامة، افتح كتاب الصارم المسلول، افتح كتاب درء التعارض، افتح كتاب منهاج السنة النبوية، وروح لابن القيم. وما أدراك ما ابن القيم. مكتبة ابن القيم دي لازم تكون عندك مكتبة ابن القيم كاملة، لازم تشتري كتب ابن القيم كاملة تكون موجودة في مكتبتك وتقرأ فيها يوميا، على الأقل تقرأ كام صفحة، لازم يوميا قبل ما تنام تفتح كتب ابن القيم وتقرأ فيها. إهمال الجانب اللي هو التصوف، اللي هو المعنى النقي للتصوف، إهماله عند التيار السلفي، أنا أزعم أنه سبب رئيسي من أسباب الحالة اللي احنا شايفينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التيار السلفي هو أكتر طائفة من طوائف المسلمين في بينها تطاحن، يعني انظر إلى السلفيين تجد طوائف شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.